استلم خالد القيادة حتى فتح الله عليه. في وقت كانت فيه حدود الدولة الإسلامية لسه بتتشكل والدولة بيشتد عودها، كان في تهديد حقيقي من الروم وحلفائهم، وكل شيء كان تحت مراقبة الإمبراطورية. في وسط كل ده أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي برسالة سلام إلى شرحبيل بن عمر الغساني، حاملا دعوة الإسلام بكل أمان، لكن الرد كان صادم: خيانة وانتهاك لكل الأعراف وقتل السفير وابن بارد. وده ما كانش مجرد فعل عدوان، بل إعلان حرب وتحدي لهيبة الدولة الإسلامية. النبي جمع 3000 مقاتل فوق، وعين القادة بالتتابع: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. لو استشهد أحدهم يتولى الآخر الراية فورا، حفاظا على كلمة الله. وبالفعل وصل الجيش إلى أرض معان في أرض الشام، وهناك الصدمة الكبرى. هرقل حشد 200 ألف مقاتل، واللي كان منهم حلفاء من العرب، مقابل 3000 مسلم فقط. لكن الصحابة عقدوا العزم على إحدى الحسنيين: ظهور أو شهادة، وانطلقوا نحو مؤتة. بدأ القتال وتوالت التضحيات. استشهد زيد بن حارثة، وتلاه جعفر بن أبي طالب، واحتضن الراية حتى استشهد. ثم تولت الأحداث وتولى الراية عبد الله بن رواحة حتى نال الشهادة هو الآخر. وفي المدينة النبي كان يتابع الخبر بالوحي، ونعى القادة الثلاثة وذكر للناس بفضل خالد بن الوليد. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. استلم خالد القيادة وفهم إن المواجهة المباشرة، فابتكر خطة عبقرية. طوال الليل غير موقع الجيش، بدل الميمنة بالميسرة والمؤخرة بالمقدمة، وقسم الجيش إلى سرايا، واستخدم الخيالة لخلق غبار كثيف وأوهمهم بقدوم امتداد. الصبح الروم وجدوا وجوه جديدة وأصوات مختلفة، وده دب الرعب في قلوبهم. بالحركات التكتيكية المسهلة استطاع خالد أن ينسحب بالجيش سالما بعد أن لحق بالعدو ضرر كبير. غزوة مؤتة لم تكن مجرد معركة، بل رسالة للعالم: القوة ليست في العدد أو السلاح، بل في الإيمان، الثبات والتضحية. الأمة التي تقدم مثل هذه الشجاعة لا تهزم أبدا. خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين